السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال قد يبدو سؤال بسيط، ولكنه سؤال عميق وجوهري. من يفاوض من في شرم الشيخ الآن؟ هل الكيان الصهيوني يفاوض حركة حماس، أو حركات المقاومة الفلسطينية كلها تفاوض الكيان الصهيوني، أو الكيان الصهيوني يفاوض الفلسطينيين؟ لا إطلاقا. قناعتي الشخصية أن الذي يفاوض في شرم الشيخ الآن هو الأمتين الإسلامية والعربية طرف، والكيان الصهيوني وداعميه طرف آخر. المقاومة قامت بمهمتها وكفى، أما الذي يفاوض الآن فهي الأمة العربية والإسلامية مجتمعة، وفي القلب منها مصر التي على أرضها المفاوضات في تاريخ ذكرى ملحمة العبور العظيم على أرض سيناء. ومصر بدورها التاريخي مسؤولة مسؤولية تامة عن نتيجة هذه المفاوضات أمام الأجيال القادمة. مصر لا يمكن وصف دورها كطرف وسيط. مصر طرف فاعل وأساسي وأصيل في الصراع العربي الإسرائيلي. مصر مسؤولة مسؤولية تامة عن أمن وسلامة المنطقة بأسرها. من منطلق هذه المسؤولية خرج الجيش المصري بقيادة صلاح الدين الأيوبي ليحرر المسجد الأقصى ويكسر شوكة الصليبيين. ومن منطلق هذه المسؤولية خرج الجيش المصري بقيادة سيف الدين قطز والظاهر بيبرس ليكسر شوكة التتار ويردهم عن المنطقة بأسرها. ومنطلق هذه المسؤولية قام جنود حرب أكتوبر العظيم بالعبور وتحدي خط بارليف وكسر إرادة الجيش الإسرائيلي. ومن منطلق هذه المسؤولية ستسأل مصر وقيادتها عن نتيجة هذه المفاوضات من كل الأجيال التي تلي هذه المفاوضات، من كل الأجيال القادمة، من الجيل الحالي والأجيال القادمة. فهذه المفاوضات إما أن تأتي بما نريد أو بما يريدون، وهذه مسؤولية مصر، ولا يمكن لمصر بأي حال من الأحوال أن تتنصل من هذه المسؤولية. بعيدا عن المناكفات السياسية وهرتلة وسمع الدليل على قناة العربية، أنا أؤمن شخصيا أن القيادة في القاهرة راضية كل الرضا عن الأداء العسكري والسياسي للمقاومة، حتى وإن أظهرت غير ذلك لموائمات وحساسية موقف مصر الدولي والإقليمي، إلا إن مصر الآن تقف على أرض صلبة وهي تفاوض، وهي تعلم أن المقاومة قد قامت بما عليها وأدت ما عليها. المفاوضات الآن يعني دليل قاطع على أن هذه المقاومة أوجعت الكيان وأوجعت داعميه وأجبرتهم على الذهاب إلى شرم الشيخ يوم 6 أكتوبر. ولو أنهم يدركون هذه المعاني وأتوا إلى هذه المفاوضات وهم يدركون هذه المعاني، فذلك لأن المقاومة أوجعتهم. وإن لم يكن يدركوا هذه المعاني، فمعنى ذلك أيضا أن المقاومة قد أفقدتهم تركيزهم. يعني أتمنى وأثق في كل القيادات العربية والإسلامية ألا تدع هذه الفرصة تمر دون أن يملوا إرادتهم على هذا الكيان الغاصب وداعميه. وأثق فإن مصر مهما كانت الأحوال الاقتصادية والسياسية ومهما كانت الظروف الإقليمية
قادرة على أن تدير هذا الوضع لمصلحة الأمة العربية والإسلامية.